هي قرة عين العابدين، وبستان المحبين، وميزان السالكين، وهدية الله للمؤمنين، على يد الصادق الأمين. من يؤديها في المسجد ينال البركات ويفوز بالخيرات والدرجات، حتى أن الله سبحانه وتعالى يفرح بقدوم عبده. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. فما هي فوائد الصلاة في جماعة؟ تعويد الأمة على الاجتماع وعدم التفرق، إظهار شعيرة الإسلام العظيمة، غفران الذنوب. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. القيام بواجب الدعوة إلى الله، لقاء الجيران والتودد إليهم وتفقد أحوال الفقراء منهم، إعداد النزل في الجنة. ففي الحديث: ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. السلامة من النفاق، ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. التأمين مع الملائكة يغفر جميع الذنوب، فقد بشرنا رسول الله قائلا: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تبشير المشائين إلى المساجد في ظلام الليل بالنور التام يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يفرح ويرضى من عباده وهم مجتمعون لأداء الصلاة، فقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع. جمعية الدعوة بالروضة، لأثر يبقى وأجر يزيد ويرقى.